وسهلا بيكم النهارده كده في حلقه جديده من قلب العاصمه الاداريه. والنهارده دلوقتي على البوابه، والنهارده هيبقى يوم طويل شويه وهندخل نشوف تفاصيل كتير النهارده في العاصمه الاداريه. ويا رب اليوم النهارده يكون عاجبكم والفيديو يكون ملخص جميل للعاصمه الاداريه. ويلا بينا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. هنا كنت في طريقي لمنطقه CBD، منطقه الاعمال المركزيه، عشان نتكلم النهارده على منطقه الاعمال المركزيه والابراج الصينيه التابعة للشركة الصينية، ونتكلم دايما كده باستفاضة شوية عن المنطقة دي، لأن المنطقة دي أول حدث عظيم يحصل في مصر. وطبعا عايزين نتعود إن الحدث ده هيتكرر تاني إن شاء الله في المرحلة التانية. ودلوقتي خلاص ابتديت أركن العربية عشان أنزل كده. لما دخلت العاصمة الإدارية أهو، من قلب العاصمة الإدارية زي ما احنا شايفين كده. تمام. طبعا ورايا كده منطقة الأعمال المركزية، منطقة CBD زي ما انتوا شايفينها معايا. النهارده كده هتكلم شويه عن منطقه CBD دي كده باستفاضه، لما اخلص ان شاء الله نخش على المنطقه اللي بعديها. منطقه CBD او منطقه الاعمال المركزيه دي المنطقه من اهم المعالم في العاصمه الاداريه الجديده. المنطقه دي تتكون من 21 من الابراج السياحيه يتوسطهم البرج الايقوني. تتقسم الابراج دي للابراج الفندقيه والابراج السكنيه والابراج التجاريه والابراج الاداريه، 21 من الابراج. والنهارده كان منطقة CBD اتكلمت عنها باستفاضة. وطبعا البرج الأيقوني ارتفاعه 385 متر و80 دور أو 83 دور البرج الأيقوني على ما أعتقد. وطبعا هعمل لكم حلقة خاصة في البرج الأيقوني أصور لكم من آخر دور. وطبعا يا رب التصوير المرة دي يكون عجبكم شوية، لأن في ناس كتير اشتكت المرة اللي فاتت من التصوير. ويلا بينا نخش على منطقة تانية. صورت بقى أمام البرج الأيقوني، ابتديت أتحرك كده على منطقة التنزه والتسوق اللي جنب البرج الأيقوني، وابتديت اتجه كده للمنطقة اتفرج كده على الانشاءات والكلام ده كله. شفت المنطقة من الامام، صورت المكان كله زي ما انتم شايفين دلوقتي في الفيديو ده، وهنزل كمان المنطقة اصور لكم من ارض الواقع. تمام. دلوقتي انا عديت على يودورا. طبعا يودورا ورا اليوفط مش هنشوفها دلوقتي غير لما اخش دلوقتي اصور. وده كده جنبه بيراميدز، وجنبه لافايت، وبعدين لافايت فيليج التابعين لشركة هوم تاون. تمام. هروح كده لحد القطار السريع LRT وانزل المنطقه دلوقتي، ابتدي اصور لكم المنطقه من جوه عامله ازاي. ده كده اهي شركه بيراميدز زي ما انتم شايفين اهي. تمام. بطأت شويه عشان اوضح ان المنطقه دي كلها ارضي و5 ادوار، كلها منطقه الطرح الاول في الداون تاون. دلوقتي ده كده مول لافايت وجنبه لافايت فيليج. وطبعا المولين دول زي ما قلت كده تابعين لشركة هوم تاون، وإدارة وتشغيل المولات دي هتبقى شركة حسن علام. ودي يعتبر من الشركات الأولى الماضية مع حسن علام في الإدارة والتشغيل. وده كده خط LRT زي ما قلت لك دلوقتي. وهنزل المنطقة من جوه كمان أفرجك عليها هتبقى عاملة إزاي. يلا بينا نخش نشوف المنطقة. دلوقتي وقفت كده قدام قطعة الأرض بتاعت يودورا اللي أنا قلت لكم ورا اليوفط، وابتديت أتفرج على الإنشاءات. طبعا سابقين المعدل الزمني. وعايز أقول لكم إن قطعة يودورا دي الطرح الأخير اللي طرحاه في منطقة التنزه والتسوق شركة هوم تاون. ودي كده نسبة الإنشاءات في الشركة زي ما انتم شايفين. انا كان في ناس كتير بتسالني مول يودورا حفر ولا لا. لا، مول يودورا زي ما انت شايف كده حفر، ونزل لنا بانشاءات وخرسانه وكل حاجه زي ما انتم شايفين. ودي القطعه اللي جنبه زي ما قلت لكم مول بيراميدز، ووراه اللي احنا شايفينه ده ازدان مول التابع لشركه تاج مصر، وهنروح عنده كمان شويه دلوقتي. انا بفرجكم على منطقه التنزه والتسوق كده باستفاضه، حته حته وقطعه قطعه، وكل قطعه اقف قدامها اقول لكم دي قطعه. تمام. يلا بينا نخش على القطعه اللي بعديها. دي كده تاني قطعة. ده بقى مول بيراميدز زي ما احنا شايفين برضو الانشاءات يكاد تكون 90%. وده ازدان مول التابع لشركة تاج مصر. وانا كده بلف كده بوريكم برضو ايه الناس شغالة الشغل ليل نهار. مفيش حد بيقف. الدنيا سريعة جدا في منطقة التنزه والتسوق، عشان زي ما قلت دي منطقة الطرح الاول في العاصمة الادارية بمنطقة الداون تاون. وطبعا لازم الشغل يبقى شديد كده وسريع جدا يعني، وسابقين المعدل الزمني. قلت كده اقرب لكم بقى شويه عشان تتفرجوا على ازدان مول. بص كده ازدان مول عامل ازاي اهو من قريب. تمام. برضو خلاص. وده بقى مول دهب اللي موجود في منطقه MU 23. وده يقع بقى على اول قطعه ارض في منطقه ابن زايد الشمالي مع محور الامل، ويوازيه الناحيه الثانيه شركه بروق. وطبعا قطعتين الارض دول من اميز القطع اللي موجوده في محور الامل، لانها تقاطع مع محور الامل ومحور ابن زايد الشمالي.
زي ما انتم شايفين الانشاءات خلاص كمان 6 شهور هنسلم المول المطروح من شركة دهب. نتفرج كده مع بعض على محور الامل والفيو البرج الايقوني زي ما احنا شايفين كده، قطعتين الارض شايفينه يعني البروك ودهب، شايفين البرج الايقوني. طبعا في ناس كتير قالت لي صور لي محور الامل والابراج والطورات عامله ايه. طبعا انا عايز اقول لكم انه من الطرح الاول يلا بينا نخش منطقه الابراج السياحيه. على منطقه الابراج السياحيه زي ما احنا شايفين كده اهو جامع مصر وشريط الابراج السياحيه. دي منطقه الداون تاون عشان الناس اللي سالتني على منطقه الداون تاون اهي. احنا قلنا ده كده شركه اركا وجنبها مول زارا طلع بالدور الثاني والثالث اهو. ناس برضو شغاله في المول، انشاءات عاليه جدا منطقه الابراج السياحيه. وبعد ما خلصت منطقه الابراج السياحيه قلت اتحرك كده على مسجد مصر عشان ابتدي اصور لكم كده بس منطقه سوق الذهب اللي الناس سالتني عليها اللي موجوده بالداون تاون انشاءاتها عامله ايه او وصلت لايه. ودلوقتي ابتديت اتجه كده لمسجد مصر واقرب اهو. مشوار كان طويل شويه بس انا شايفه من بعيد قصير او انا واقف، بس المشوار طلع بعيد شويه يعني. فعلا تحتاج عربيه مش تحتاج ان الواحد يمشي على رجليه يعني. تمام. كده داخل خلاص على جامع مصر زي ما انتم شايفين. ابتديت اقرب اخش الشارع اللي هيدخلني عليه. تمام. وبكده قربت جدا من جامع مصر. ودلوقتي هدور كده ان انا ايه احاول اركن جنب الجامع عشان انزل اطلع الجامع واصور لكم من فوق اول ما اوصل الحته اللي فوق في الجامع دي. تمام. يلا بينا نركن بقى وننزل نشوف الحته اللي فوق في الجامع. اطلع على اول درج كده كام سلمه ونصور من فوق. يلا بينا. وصلنا مسجد مصر دلوقتي، طلعنا على اول مرحله فيه اهي. تمام. دلوقتي هكشف لكم منطقه الداون تاون كلها من فوق. احنا كده في منطقه ساحه الشعب، وادي قصر الرئاسه قدام، وادي جامع مصر، ودي منطقه سوق الذهب. طبعا انا نزلت عشان اقرب جدا من منطقه سوق الذهب والمحاور والقطارات المونوريل، محطه المونوريل. فقلت ايه اصور لكم من جنب الجامع كده ايه منطقه سوق الذهب عامله ازاي ونشوفها مع بعض ونقول راينا. هي كمان طرح كمان 3 سنين، بس المنطقه برضو على وشك ما نشوفش انها لسه بدري عليها كتير. لا زي ما انتم شايفين المناطق المجاوره كلها خلاص خلصت. طبعا هيكون التقاطع اللي عند الحي الحكومي اللي عند الوزارات مع الشارع اللي بيدخلك على مسجد مصر دي هتبقى شركات البترول. وكده يبقى صورت لكم اول منطقه سوق الذهب والقطعة التابعة لشركة البترول. وده كانت حلقة النهاردة، يا رب ما كنتش طولت عليكم. وطبعا انا صورت حاجات تانية ان شاء الله انزلها لكم في حلقة تانية، ويا رب يكون استفدنا من الحلقة دي والتصوير عجبكم. واخر حاجة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.